فقيه ما يخلى منه بيت. ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين. راح نحكي لكم شو اللي صار اثناء الفاصل. احنا حكينا انه بدي اسوي طبقين بنفس المكونات اللي عندي. الطبق الاول بدي اعمله على اساس انه ادام او ستيو، والطبق الثاني بدي اعمله على اساس انه مين كورس. بما انه ادام او ستيو فلازم يكون عندي كميه السائل فيه عاليه، لانه احنا ممكن ناكله مع الارز، مع الخبز، مع اي شيء. فاحنا قسمت المكونات اللي عندي، حطيت قليل منها لوحدها، وحطيت القليل خليت اللي كميته عاليه فيه في السائل. راح اضيف اللحم اللي قطعناها اصابع، لا كميته عاليه، لا الادام اللي كميته عاليه حتى تاخذ الطعم وتبدا بعمليه الاستواء. ومعنا اتصال. الو ام عبد الله. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا سيد مدحت؟ حياك الله، اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. والله انا احاول اتصل فيكم بس الرقم حقكم مره مشغول. والله الحمد لله سمعنا صوتك، يعني الحمد لله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي. سيد مدحت، انا حابه اسالك سؤالين بما انه مسكتوا الخط معايا. اهلا وسهلا. اول سؤال، انا ممكن اعمل الخضار الصيني بشكل صحي؟ الخضار الصيني بشكل صحي؟ ممكن نعم. ونقدر نضيف عليه الدجاج؟ طبعا ممكن. نعم. طيب في مجال انك تعمل لنا في الحلقه القادمه الخضار الصيني بشكل مع الدجاج؟ والله بالحلقه القادمه صعب، بس بالحلقات الجايه انا راح اعمل لكم اياها باذن الله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. وفي طلب ثاني يا شيف مدحت. تفضلي. اذا كان في مجال تعملوا لنا تشيز كيك. التشيز كيك راح يسوي لكم اياها شيف وليد ان شاء الله في حلقه من الحلقات. راح يسوي لكم تشيز كيك وتيراميسو اللي هم الحلويات اللي بدخل فيها الجبنه. هو متى راح يكون ان شاء الله عن قريب ان شاء الله باذن الله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا، وكل عام وانت بخير. زي ما احنا شايفين الاطباق شبه جاهزه. راح اجيب الاطباق الخاصه بالسكب. راح يكون عندي الطبق الاول، بما انه طبق زي ما حكينا طبق فيليه، راح اسكب بالطريقه التاليه. زي ما حكينا انه نحاول قدر الامكان قطعه اللحم اللي نستعملها احنا ما نحطها على ارضيه الصحن. حطينا في ارضيه الصحن بعض المكونات. راح اجيب اللحم اللي دخل الفرن، زي ما احنا شايفين اخذ اللون اللي بدي اياه. وغير هيك الزعتر اللي حطيناه عليه حاط يعني معطيه نكهه جميله جدا وحلوه. راح اسكب عليها قليلا من الصلصه خاصه بالإدام حتى يطري اللحم. وزي ما حكيت انه قدر الامكان ما نخلي، بما انه اللحم اللي عندنا جاف او دراي لازم يكون عليه صلصة كتير. احنا بنتجاهل الموضوع هذا اللي هو موضوع الصلصة الخاصة بالطبق. هاي الطبق الاول جاهز. طبق الإدام بده يغلي، وراح نجيب صحن نسكب فيه الإدام. زي ما حكينا انه الإدام اذا بدك تسكبيه يجب انه يكون مع اما رز او خبز او الامور هاي. من خلال الأطباق هاي اللي اشتغلناها اليوم، لبينا أكثر من طلب. ومعنا اتصال. ألو. اهلين، كيف
كيف حالك يا شيخ؟ أهلين أخت سارة، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير وسلامة. أنا صرت صديقة هالحين، يقولون صديقة البرنامج سارة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أهلا فيك أستاذي. ممكن تخصصوا لنا حلقة للمحشي؟ تخصص لك حلقة؟ أي للمحشي، يعني يوم تعمل لنا كذا محشي يعني الكوسة زي كذا. إن شاء الله إن شاء الله. هاي ممكن إنها تكون بعد رمضان، لأنه بعد رمضان. نعم. طيب ليش مو في رمضان؟ برمضان؟ إيه والله برمضان احنا حاطين السكاجول، ان شاء الله اني بستطيع البي لك الطلب، ولكن في طلبات كثير، فاحنا بصراحه يعني لبينا لك الطلب تبع السبرينج رول اللي طلبتيه. اي الله يرضى عليك. الله يخليك. فبدنا نلبي طلبات المشاهدين الاخرين، وراح نخلي طلب المحشي اللي حكيتي عنه انت بالحسبان، يعني مش راح يكون بعيد عنا. طيب ممكن طلب ثاني؟ تفضلي. الله يرضى عليك. بالنسبة للساندوتشات اللي قلت بتعملها في رمضان، نعم، ممكن احنا نختار القائمة ولا باختيارك؟ والله أنا بفضل باختياري، لأنه في بعض الأمور ما بتساعدني إنه أيوة. أسويها هون، فإذا أنت بتحبي أرجوك إنك تراسلينا على موقع القناة، وأي أيوة. سندويش أنت ما بتحبي إنه يكون موجود وبنقدر نضيفه على القائمة راح أضيفه بإذن الله. الله يرضى عليك. طيب يا ريت الإخوان يكتبوا لنا شو اسمه الموقع البرنامج. إن شاء الله إن شاء الله. أو الموقع الإلكتروني على أساس إنه نكتبه إحنا بإذن الله. أنا ما أدري الموقع هو بس قناة صحة كذا صحة وعافية، ولا برنامج صحة وعافية، ولا لا برنامج صحة وعافية على قناة صحة. قناة صحة. نعم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا، كل عام وأنت بخير. زي ما احنا شايفين مشاهدينا، مش شرط انه يكون الطبق عندي متقيد فيه أنا طبق من نفس المكونات. عملنا طبقين، الطبق الأول اللي هو زي ما احنا بنسميه بورشنز اللي هي قطعة لحالها، والطبق الثاني سويناه استيو أو إدام. الأطباق هاي أنا ما بديش أقيد حدا في ريسيبي زي ما بنشوف في بعض القنوات أو بعض الكتب إنه يجب التقيد بالوصفة. لا، احنا ما بدنا نقيد بالوصفة. لولا تعدد الأذواق لبارت السلع. كل شخص عنده فكرة خاصة أو ذوق خاص فيه يحاول إنه يطبقه إذا حب في طبق معين. والأطباق هاي أصلا كيف أجت من كل ذوق خاص، يعني من كل شخص عنده ذوق، أو من عند شخص عنده فكرة، أو من طبيعة السكان في مكان معين. هذا هو اللي طلع السلطات أو الأطباق هاي. كثير بنشوف شغلات مثلا إنه سيزن سلد اللي هي سلطة الموسم. هاي سلطة الموسم بتختلف من مكان إلى آخر، يعني الموسم تبعنا غير عن الموسم اللي في الهند، غير عن الموسم اللي في الكاريبي، غير عن الموسم اللي في الصين. فإحنا بدنا قدر الإمكان ناكل الأكل الصحي، ولكن بمكونات مش غالية التكلفة أو مش موجودة أو مستحيلة. كل المكونات اللي استعملناها إحنا موجودة إما في الأسواق وإما في الأسواق المختصة بهاي الأمور. ما بحاول أجيب إنه شغلات صعبة أو إنه يكون عندي تفاصيل ثانية أصعب الأمور على المشاهدين حتى نبرز إنه البرنامج ممتاز أو البرنامج متخصص أو شيء. إحنا بنحاول من قدر الإمكان نعطي فكرة قبل الطعام، الفكرة الصحية عن الأكل، وبعد هيك نطبق الأكل. المهم المعلومة الصحية اللي بنعطيها، بعد هيك معلومة الطبق. إن شاء الله إنه أطباق اليوم عجبتكم، وحاولنا إنه نلبي فيها أكثر من ذوق. السلطة نفسها سوينا منها سلطة فيجيتيريان وسلطة مع لحوم. الطبق نفسه سوينا منه طبق جاهز، طبق مخدوم، وطبق كإدام. إن شاء الله إنه أطباقنا اليوم عجبتكم، ومني ومن قناة صحة بنقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله جايينكم في وصفات أخرى. ومني ومن قناة صحة ألف كل عام وأنتم بخير. وأي استفسار أو أي ملاحظات تواصلوا معنا على الرقم اللي بيطلع عندكم أو على موقع القناة على الفيسبوك. وشكرا وكل عام وأنتم بخير.